ومساء الخير من اي مكان بتشوفوني فيه. متابعين جينا كافيه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا مش شيف ولا طهايه، انا واحده بحب بيتي قوي، بحب ولادي قوي، بحب اعمل لهم احلى حاجه. كل ما تحبي بيتك وكل ما تحبي ولادك كل ما طعم الاكل يبقى حاجه تانية خالص. انا اكيد بعمل يعني من احلى واحده فيكم، انا اقل واحده فيكم، بس اللي هيفرق النفس. بيقولوا النفس بتاع ست البيت. ايه هو النفس ده؟ النفس ده اللي انا اكتشفته، اللي هو الحب. حب البيت، حب الولاد، حب كل حاجه بتعمليها بحب، تطلع طعمها حاجة تانية خالص، بتروح معاكي في حتة تانية خالص. يعني اللي ياكل كده يقولك فظيعة، يعني هياكل صبعك وراه. فعايزة اقول لكم انا بتعلم منكم، بتعلم من الغلطات اللي بقع فيها وانتوا بتقولوا لي اعملي كذا، صحابي اللي بيقولوا لي صلحي الحتة دي، اعملي كذا. انا سعيدة جدا بتعليقاتكم، سعيدة جدا بتوجيهاتكم ليا. ميرسي على دعمكم ووقفتكم جنبي، دمتم ليا طول العمر. نبتدي الحلقة بتاعت النهاردة. كنت كده يعني زهقانة، قلت اعمل حاجة حلوة. ايه الحاجة الحلوة اللي تبقى بسيطة وبسرعة؟ كيكة اناناس. كيكة اناناس هنحتاج فيها كمبوت واي حاجة بقى من البيت، اللي هي الكيكة العادية. اي نوع كيك انتي بتعرفي تعمليه وبتحبيه وبتعمليه على طول اعمليه، مش لازم الكيكة اللي انا هقولها هي دي اللي تعمليها، ممكن بتاعتك تبقى احلى مني مليون مرة. يلا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. النار ونحضر الصينيه اللي انت هتشتغلي فيها، واحضر كوبايه سكر واحطها في الصينيه علشان اعمل الكراميل. اكرمل السكر، اوطي عليه هادي خالص وافضل اقلب فيه لغايه لما يتكرمل. السكر ساح زي ما انتوا شايفين وتكرمل عندنا. هبتدي اعمل كده من الجناب عشان عايزه الكيكه دي برضو تبقى متكرمله من الجناب. اعمل الجناب بتاعت الصينيه واطفي عليه واشيلها من على النار عشان هي كده انتوا شايفين كده كرمل معايا. هسيبه لغايه لما يهدى وهحضر الكمبوت وهنشوف هعمل فيه ايه دلوقتي. كراميل هدي، هجيب الكمبوت الاناناس، او لو عايزين خوخ بس انا بحبه بالاناناس، وهرصه في الصينيه. زي ما انتوا شايفين خلصنا كل الكمبوت وبقت الصينيه بالشكل ده. هسيب الصينيه الكراميل والكمبوت وهبتدي بقى اعمل الكيك. الصينيه وكرملنا السكر، هنعمل بقى الكيك. الكيك عايزين 4 بيضات وهنحط عليهم الفانيليا، وهنحط عليهم معلقه سكر ونضرب بالمضرب. ضربنا البيض كده هنزود كوبايه لبن. بعد كوبايه اللبن هنزود يا اما معلقتين سمنه يا اما معلقتين قشطه، حسب اختياركم، دي حسب اختياركم. انا عن نفسي هزود معلقتين قشطه. البيض مع اللبن مع السكر مع الفانيليا واداني القوام ده. هنيجي بقى دلوقتي نحط الدقيق. هنزود على الدقيق باكو بيكنج باودر علشان انا عايزاها هشه، وهنقلب الدقيق. هنقلب الدقيق كده نخلطه مع البيكنج باودر،
ندخل فيه الهواء ونزود بقى واحدة واحدة للكيك. هنضرب ونزود واحدة واحدة. حاولوا يبقى في اتجاه واحد علشان ما نطلعش الهواء من الكيكايه. مامتي كانت بتقولي كده زمان لما كنت بساعدها في الكيك، كانت بتقولي في اتجاه واحد عشان الهواء ما يطلعش وتفضل هشه وحلوه زي ما هي كده. حاسه كده ان العجينه دي لسه عايزه شويه دقيق كمان، عشان انا عايزاها متماسكه اكتر من كده، حاساها سايله، فزود لها نص كوبايه دقيق كمان. كده احنا وصلنا للقوام المناسب اللي انا عايزاه للكيك. هناخد بقى الكيك وهنحطها على الكمبوت اللي احنا عاملينه. نرفع الكيك كده. كيك عليا. وبكده تكون الكيكه خلصت. هنضرب بس كده عشان لو في هوا ولا في حاجه تنزل في الفراغات بين الاناناس. ويلا هندخلها على فرن سخن من قبل كده على درجه حراره 180. هتتساب حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع حسب فرن كل واحده. كل واحده عارفه هي بتسوي على درجه حراره كام وبتقعد قد ايه. يلا بينا هندخلها الفرن وهنشوف بقى لما تطلع تبقى شكلها ايه. وده كان شكل الكيك بعد ما خلص. بصوا عامل ازاي. هنقلبه وشوفوا شكله معايا. انا بسقي بقى الكيك بالميه الشربات بتاع الكمبوت. قبل ما اقلبها هسقيها وهي سخنه بالشربات بتاع الكمبوت. بقى مع بعض ونشوف شكلها. قربوا كده شويه وتعالوا بصوا عليها. شكلها حلو قوي وبالهنا والشفا. هدوق واقول لكم وانتوا نفذوها وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. نورتوني في الحلقه. احنا قناه جينا كافيه. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.